هقول لكم افضل طريقه تعملوا بيها البسبوسه، سهله وسريعه وبتخليها طالعه مرمله وحلوه جدا. اول حاجه هنعمل الشربات. انا بحتاج في الشربات كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه، طبعا من نفس المقدار. ده بيخلي الشربات حلو جدا، لا مسكر قوي ولا السكر فيه قليل، بتبقى مظبوطه بالظبط. بفضل اقلب في الشربات لحد ما السكر يدوب خالص، مش بياخد وقت طويل. بعد كده بحط كام نقطة فانيليا بتخلي الشربات ريحته وطعمه حلو جدا. بسيبها يا دوبك تغلي غلوة واحدة وبحطها على جنب كده، الشربات خلص. بعد كده بجيب بولة فاضية وبفضي فيه كيس البسبوسة، دي افضل ماركة استخدمتها للبسبوسة، بتطلع مرملة وحلوة قوي. وبحط فيها معلقة كبيرة بيكنج باودر، او الكيس ده هو اصلا جواه معلقة، ونص كوباية سمنة. بفضل افرك فيهم زي ما انتم شايفين لحد ما تبقى عاملة زي الرملة كده، وبعد كده بحط عليها كوباية زبادي. بفضل افرك فيها. بعد كده بجيب صينية ادهنها بالسمنة او بالزبدة وبحطها في الصينية وادخلها الفرن حوالي 20 دقيقة. بعد كده بطلعها من الفرن، اول ما تطلع على طول من الفرن بحط عليها الشربات بسقيها من كل الجوانب. هي بتاخد في الفرن حوالي تلت ساعة و5 دقايق يا دوبك تتحمر وشها بس. بعد كده غطيها عشان تبقى طرية، وبعد كده هتاكلوا احلى بسبوسة بالهنا والشفا.